أعرب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن سعادته الكبيرة بالفيلم السينمائي الذي يجمع النجم عمرو دياب مع النجمة اللبنانية نانسي عجرم. ونشر تركي آل الشيخ منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق قائلا: أنا سعيد جدا بإقناعي للفنانة القديرة نانسي عجرم التي أراها فنانة عالمية وليست عربية فقط، وإقناعها بالتمثيل لأول مرة في تاريخها خلال 20 عام مع نجم كبير وعالمي مثل النجم عمرو دياب. وأضاف: متفائل جدا بالفيلم، وأتمنى أن نعيد ذكريات شادية وعبد الحليم وفريد الأطرش وصباح بروح العصر الجديد. عمرو دياب ونانسي عجرم أيقونة نجاح.